عربيه الرجاله اللي بجد بي ام دبليو اكس 7 530 حصان وعليها كواد تيل بايبس. وعشان دي الام 60 عندك جنطه 22 انش وكمان المرايات مختلفه، غير ان الباب سوفت كلوز نفس فوانيس رولز رويس عشان نفس الشركه، كمان رير ويل ستيرنج عشان تلف في دايره اصغر، 4400 سي سي في 8 توين باور توربو. الانفوتينمنت سكرين كبيره وعباره عن شاشتين متوصلين ببعض، الكونسوله بيانو بلاك بالجير نوب كريستال وبتتحكم في اتجاهات الاير فانتس من هنا، الكرسي فيه داعم قطنيه وكمان دي عشان تسند رجليك، لوجو الام باور موجود على التابلو وكمان في الطاره من تحت والستاتشنز بتاعت الام باور. الطاره بتقدر تتحكم في البوزيشن بتاعها كهرباء، اصلا بقى يستحسن تقعد في العربيه دي ورا، وده عشان فيها كراسي بزنس مريحه قوي، ده غير ان كمان فيها ستاير على البيبان، مخدات على الهيد ريست والكنتره على السقف كله، وكمان البانوراما فيها امبيانت لايت، ده غير ان الساوند سيستم هارمن كوردون. المساحات ورا في الصف الاخير مش وحشه زي ما انت شايف، وكمان مش واطيه للارضيه زي عربيات كتيره 7 سيت. انت متخيل ان عندك سان روف ورا في اخر الصف وكمان تحكمات للتكييف كله؟ من الحاجات اللي بحبها في الاكس 7 ان الشنطه بتفتح على جزئين، وكمان فيها اير سسبنشن عشان تحط الشنط بسهوله. ورا الصف الثالث عندك 326 لتر، والزراير دي كلها عشان تنزل الكرسي اللي على مزاجك، وكده بقى معاك 750 لتر. الوحش ده موجود في زهران موتورز في مدينه نصر، وكمان تقدر تقسطه. وبمناسبه السنه الجديده هتاخد بروتكشن وعزل حراري ورخصه سنه، وكل ده ببلاش.